السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايب، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده الفيديو بتاعنا حلو جدا وان شاء الله تستفادوا منه كتير قوي، لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو اضغطوا لايكات كتير وشجعونا ننزل لكم كل جديد. مبدئيا كده هنسمي الله ونقول الاستقرار برضو كويس، يعني الاستقرار حلو قوي. النهارده كده هنقول معانا في شركات الكتاكيت بعض نزول طفيف جدا في شركات قليله قوي، يعني مش كل الشركات نزلت السعر، لكن بعض النزول في شركات يعني قليله جدا. كمان بعض النزول في الاهالي برضو، مش كل القطاعات نزلت، لكن في بعض نزول في من مكان للتاني. يعني الاول كده هنسمي الله ونقول نزول الفراخ البيضة. نزول الفراخ البيضة كيلو الفراخ البيضة الكبير لما نزل 6 جنيه مرة واحدة، حدد او ثبت سعر الكتكوت الابيض. ده معناه ايه؟ معناه عمل هزة في السوق كده، والناس اللي كانت بتجري وتنزل وتسكن ومستعجلة على التسكين وعاملة زحمة على الكتاكيت. عايزه ارجع اقول لك انت مش هتبيعي بكره، يعني انت مش هتبيعي بكره، يعني انت ما انتش عارفه السوق هيوديكي لفين، فحرام نشتري كتكوت بالسعر العالي ده، ولو عملنا مقاطعه اكيد يعني احنا المستفيدين. مبدئيا كده هنسمي في نزول جامد جدا في اسعار البيض الفتره دي. هنسمي الله كده ونقول سعر كتكوت الابيض الاهالي النهارده واللي بادئ من 28 لحد 30 جنيه. اما سعر كتكوت الشركات النهارده، واللي زي ما قلت لكم كده في بعض الشركات نزلت سعرها، واقل سعر النهارده كان 30 جنيه لسعر كتكوت الشركات، اقل سعر واعلى سعر 34 جنيه. عايزه كمان اقول لكم سعر البلد الحر النهارده يعني يعتبر نزل جنيه، والنهارده 9 جنيه الا ربع او 8 جنيه 75 قرش. وسعر البلد المشعر النهارده 10 جنيه ونص. اما اسعار الرز النهارده فسعر كتكوت الرز فرز البرابر النهارده 16 جنيه، وسعر الرز على وشه النهارده 18 ونص، وفرز الديوك النهارده 23 جنيه. الجميزه البيور النهارده 23 جنيه. وكمان اسعار الساسو الشفر النهارده 19 جنيه، وساسو جيل تاني النهارده 14 جنيه، وهجين عالي 19 جنيه. وكمان اسعار الساسو هتبدأ تنزل الفترة اللي جاية كلها، يعني 10 أيام أو 12 يوم بالكتير، وكل الأسعار هتبدأ تنزل، لأن الساسو خلاص الناس كانت عاملة هجوم عليه عشان دورة العيد، لكن حاليا خلاص الساسو كلها 5-6 أيام ومش هيلحق العيد خلاص. كمان عايزة أقول لكم الهجين العادة النهاردة عامل 10 جنيه، والفيوم البلدي عامل 10 جنيه. أما بالنسبة لأسعار السمان النهاردة فسعر السمان عمر اليوم 3 جنيه، والسمان الأبيض عامل 4 جنيه وربع. أما عن أسعار البط فالمسكوف الار 41 النهاردة عامل 55 جنيه، والمسكوف المخلط النهاردة عامل 51 جنيه، والمولر المحلي عامل 50 جنيه، والشرفان النهاردة عامل 23 جنيه، والبكين العادة عامل 20 جنيه. اما الفرنساوي البيور اللي نزل النهارده ل 26 جنيه، والنزول كويس او معقول. اما بالنسبه بقى لتنفيذ الابيض النهارده، كيلو الفراخ البيضاء النهارده من ارض المزرعه 76 جنيه. 76 جنيه كانت امبارح 82 جنيه، النهارده 76 جنيه. بتتباع النهارده في المحلات من 80 ل 82 جنيه الكيلو. اما بالنسبه بقى للفراخ الساسو 89 جنيه وثابته بقالها 3 ايام، وبتتباع النهارده في المحلات ب 90 جنيه، ب 95 ل 100 جنيه. اما الساسو اما الرز النهارده والفيومي تنفيذ للكيلو 99 جنيه، ومعرفش ليه 99 دي مش 100 يعني، وبيتباع النهارده في المحلات ب 110 جنيه. اما بالنسبه بقى لاسعار البلد الحر والبلد المشعر النهارده 110 جنيه من ارض المزرعه، بيتباع النهارده للمستهلك ب 125 جنيه الكيلو. اما بالنسبه بقى عن تنفيذ الرومي النهارده وثابت بقاله فتره على 125 جنيه الاسود، وبيتباع في المحلات ب 135 ل 140 جنيه. الرومي الابيض النهارده اللي نزل ل 105 جنيه تنفيذ، وبيتباع في المحلات النهارده ب 120 جنيه الكيلو. اما عن اسعار البط المسكوف النهارده
تنفيذ من أرض المزرعة 95 جنيه وبيتباع للمستهلك النهاردة ب115 و120 جنيه. أما البط السوداني أو البلدي النهاردة 120 جنيه تنفيذ وبيتباع للمستهلك النهاردة ب135 جنيه. وأسعار البط المولر النهاردة وفي ثبات فيه بقاله فترة على 80 جنيه وبيتباع للمستهلك النهاردة من 90 ل 95 جنيه. أما البط الأبيض النهاردة تنفيذ من أرض المزرعة للكيلو 65 جنيه وبيتباع في المحلات النهاردة من 75 ل 80 جنيه. أما عن أسعار الأرنب اللي نزلت النهاردة ل 90 جنيه تنفيذ من أرض المزرعة بتتباع النهاردة للمستهلك ب 95 جنيه. وأسعار الحمام البلدي اللي نزل النهاردة ل 130 جنيه أقل جوز حمام وبيتباع للمستهلك ب 150 جنيه. وكمان أسعار البيض اللي يعني أغلب الناس اتفاجئوا من سعرهم النهاردة، والنهاردة سعر طبق البيض البلدي 120 جنيه من أرض المزرعة وبيتباع للمستهلك النهاردة ب 140 جنيه، فرق شاسع جدا. أما طبق البيض الأحمر النهاردة 125 جنيه من أرض المزرعة وبيتباع للمستهلك النهاردة ب 140 جنيه. وطبق البيض الأبيض النهاردة من أرض المزرعة 120 جنيه وبيتباع للمستهلك النهاردة ب 135 جنيه برضو. أما لسه لحد النهاردة التجار والسوبر ماركت مصممين على سعر البيضة وهو 6 جنيه، لكن في الطبيعي طبعا أسعار البيض نزلت جدا وده هيسبب أزمة الفترة اللي جاية تاني، لأن الناس بدأت دلوقتي تبيع الأمهات البياضة عشان أزمة نزول البيض. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وإن شاء الله في نزول أو متوقع نزول أسعار الذرة الفترة اللي جاية والصويا كمان، فبإذن الله هيكون في نزول قدام في أسعار العلف، فما تشتروش علف غير على قد استخدامكم فقط.